والذي ناضل بعد ما يسمى بالاستقلال لا بد لهذا الجسم ان يرد بالفعل. احنا لن نسكت عن كرامتنا، احنا رؤوسنا مرفوعه، ولن نقبل ان البلاد هذه تتحول الى خنقه. هم البلاد اللي يحبوها خنقه يبلشوا فيها ويسرقوا فيها. احنا نقولوا لا بد ايها الاخوه ان احنا نقف صف واحد ونقول كلمتنا كلمه واحده باننا نرفض الاهانه، نرفض الذل. كلفنا ذلك ما كلفنا. انا وصلت تهديدات بالقتل، نحن نهان نقول لهم ولن تخيفنا يا ابن العديد، ولن تخيفنا ايها السلطه العديله، ايها السلطه الجبانه. هذه السلطه ايها الاخوه هي عصابه في الحقيقه تريد ان تشيع الخوف والرعب، لكن في الحقيقه الرعب انتقل اليها بما رفع من شعارات بتحرك هذه الجماهير التي خرجت للشارع وعبرت عن آرائها وقيمت أحسن تقويم حقيقة الواقع اللي يجري في البلاد. لذلك احنا نقولوا احنا المحامين لن نسكت عن كرامتنا وسنناضل من أجل كرامتنا، لأننا نعتبر أن النضال هذا هو نضال من أجل كرامة الشعب الذي نتولى الدفاع عليه والذي وقفنا معه والذي ساندناه. لذلك أيها الأخوة لابد أن تكونوا صف واحد متضامنين وأن تردوا الفعل ضد عصابات الإجرام. لابد تكونوا واقفين، لابد تناضلوا من أجل حقكم، من أجل كرامتكم، لأنها من كرامة هذا الشعب الذي استبيح، من أجل هذا الشعب الذي معناه هو أصبح مغلوب على أمره يقتل فيه بالرصاص الحي. فهمتي؟ أخيرا التحق يعني شهيد ثاني ويقال أن محمد أبو عزيزي أخبار متواترة فهمتوا أنه توفي جراء الحروق التي أصابت جسمه. لذلك لا بد أن نحن نكون صف واحد ويد واحدة، ولن ترهبنا آلة العصابات ولن يرهبنا تهديد القمع. والسلام عليكم ورحمة الله. محاماة حرة حرة، محاماة حرة حرة، عصابات على برا، 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 محاماة حرة حرة، عصابات على برا. الزملاء والزميلات الكرام والمواطنين الحاضرين، لعلكم تتفاجئوا لأنكم تعودتوا المحامين يرافعوا في وسط القاعات، ولعل البعض منكم يتفاجأ كيف يشوف المحامين يرافعوا خارج القاعات. السبب بسيط، هو انه يوم الجمعة وقع اخراج المحامين من داخل القاعات بالقوة وبالعنف. دخلوا اعوان البوليس السياسي وخرجوا الزملاء والزميلات وهم يرتديوا العباءة السوداء المقدسة، سحبوهم وهم يرافعوا من قاعة المحكمة. علاش؟ شنو هي الجريمة اللي ارتكبوها؟ ارتكبوا جريمة انهم وضعوا شارات حمراء. تعرفوا انه من ارقى الاشكال واكثرها حضارية واكثرها اعتدال هي وضع الشارة الحمراء. في بعض الدول الغربية اعوان